السلام عليكم ومرحبا بكم. واليوم راح نشارك معكم وصفة بزاف هايلة، كوكا أو بيتزا كوفير مورقة وبدون زبدة التوريق. راح تكون اقتصادية ومكونات في كل بيت، وراح تعطينا كمية كبيرة. نتمنى تكملوا الفيديو للأخير، ومستحيل اللي خدمها ما يعاودهاش. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، واللي عجبته الوصفة يشترك ويضغط على زر الجرس كي يصله كل جديد إن شاء الله. نبدأ بالعجينة. أول حاجة في إناء وضعت ربع كيسان فرينة اللي كنت غربلتهم، نضيف ملعقة بودرة حليب، ملعقة أكل، ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ونصف ملعقة أكل سكر، ربع ملعقة صغيرة ملح. نخلط هذه المكونات الجافة مع بعض مليح. نضيف ملعقة زبدة أو مارغرين عادية، تكون على درجة حرارة المطبخ، ما تكونش باردة. ونبسس هاد المكونات مع بعض مليح. بعد ما بسسنا ديك المكونات نضيف بياض بيضة فقط، ونبدأ نلم بالماء، الماء عادي. حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. هاد العجينة خدات لي تقريب كأس وربع تاع ماء. هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها. نحطها فوق طاولة العمل وندلكها مدة 10 دقائق تقريبا. بعد ما دلكتها نخليها ترتاح ونمروا للحشو. هنا الحشو في مقلاة، وضعت قليل من الزيت وزوج حبات كبار تاع بصل اللي كنت طحنتهم في الاشوار، وضفت عليهم زوج حبات طماطم او مطيشة. نحرك ونخليهم يدبالوا مليح. كي نشوف البصل دبال ضفت عليهم الصدر تاع الدجاج مطحون. والحشو دايما اختياري، اللي عندك ديريه. بغيتي ديري غير الشكشوكة ديري الشكشوكة، ما ديري لا. وضفت قليل من طماطم المعلبة او المصبرة، ونحرك ونضيف التوابل: الثوم، فلفل اسود، الملح، بابريكا او فلفل احمر، وتوابل مشكلة. ونضيف رشة قزبر، ونخلي الحشو يبرد بجيه. ودركا راني باغية نخدم لاصوص بيشاميل. هنا في طاوة درت مغرف زبدة خليتها دابت مليح، وضفت ليها مغرف فرينة تكون معمرة مليح. نحمصها مليح كيما شفتوني، نحمصها مليح حتى نحس بها بدات تصفار. ونضيف عليها كاس حليب، ونبدا نحرك حتى تعقاد لي لاصوص بيشاميل.
من نشوفها عقادت نضيف شوية ملح وفلفل أسود ورشة تاع جوزة الطيب، ما نكتروش بزاف. نطفو على لاصوص بيشاميل، نفرغها في طبسي مادام راهي دافية، ونغطيها بكيس بلاستيكي باش ما تديليناش هذيك الطبقة اللي من فوق ناشفة، ونخليها بجيه. والآن نجيب العجينة بعد ما ارتاحت، نقسمها على 2، نشكلها لكرتين، نخلي وحدة بجيه ترتاح ونبدأ نخدم بوحدة. رشيت الفارينة ونبدأ نحلها، نحلوها على شكل مستطيل. أنا بعد ما حليتها جبت مغرف زبدة أو مارغرين، دهنتها مليح على الوجه تاع العجينة. وهذا هو السر تاع التوريق نتاع الكوكا تاعنا تاع اليوم. بعد ما دهنت الزبدة أو المارغرين جبت ملعقة مايزينا أو نشاء ودردرتها فوق العجينة، وراني نطوي العجينة كيما راكم تشوفوا كي شغل المسمن، ونخليها ترتاح على الأقل نصف ساعة. العجينة الثانية نفس الشيء، ندر الفارينة ونفتحها مستطيل، وبعد ما نفتحها نجيبو ملعقة زبدة أو سمن. أنا هنا راني نستعمل المارغرين العادية، ندهنها مليح ونجيب ملعقة مايزينا أو نشاء وندرها على الوجه كامل، ونبدأ نطويها كيما المسمن. نخليها ترتاح كيما ذكرت لكم نص ساعة ونكملوا طريقة التحضير. وهنا بعد ما فاتت نص ساعة جبت القطعة الأولى اللي ورقتها، نفتحها دايما بالفارينة، رشيتها بالفارينة وفتحتها مستطيل. نجيب الصينية اللي نطيب فيها، ونوضع فيها الطبقة الأولى تاع العجين اللي فتحتها، نسقمها مليح ونزيد فوقها لاصوص بيشاميل، نفتحها مليح فوقها. نخلو الأطراف ما نحطوش فيهم لاصوص بيشاميل ولا الحشو. ودركا فوق لاصوص بيشاميل زدت الحشو، دايما الأطراف ما نديروش فيهم باش نغلقوا الكوكا نتاعنا أو بيتزا كوفير. ونرش فوق الحشو الفرماج رابي. ودركا راني فتحت الطبقة الثانية تاع الكوكا، العجينة الثانية، دايما رشيت الفارينة وفتحتها مليح. ونغلق الكوكا نتاعنا، نحطو هاد الطبقة الأخيرة تاع العجين من فوق، نغلق من الأطراف مليح، نضغط مليح، وإذا كاين شي زيادة نحايدها تاع العجين. هنايا جبت صفار البيض ضفت له ملعقة حليب وندهنو الوجه من فوق. وبعد ما ندهنو الكوكا أو بيتزا كوفير نطراسو مربعات أو مستطيلات، غير نطراسو ما نقطعوش. ونبدأ نرش قليل من السانوج ولا الجلجلان. وكنت مسخنة الفرن من قبل على درجة 180، حطيتها طابت نص طياب فقط من تحت وخرجتها وراني نقطع فيها.
وبعد ما نقطعها نرجعها طياب كامل من الأسفل، ونزيد نحمرها من فوق. وهذا هو الشكل النهائي نتاع بيتزا كوفير اللي خدمتها معاكم اليوم، أو كوكا. وصفة رائعة، تجي بنينة بزاف وخفيفة وتجي مورقة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها، واذا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد ان شاء الله، والضغط على اللايك. وسلام، الى الملتقى ان شاء الله.